فيلم ريال ستيل. أحداث الفيلم بتدور مع الولد ده اللي بيلاقي روبوت متكسر وبيكون فاكر إنه خردة، ولكن لما بيصلحه بيكتشف إن الروبوت ده عنده قدرات مذهلة. في المستقبل مباريات الملاكمة مش هتكون زي زمان، وإن الجمهور مش هيكون مهتم بيها بسبب قلة العنف اللي معروف عن الملاكمة، وإنها في المستقبل هتبقى ملاكمة بين روبوتات والبشر هم اللي بيتحكموا فيها. وبنتعرف على بطل الفيلم اللي اسمه تشارلي كينتون، وهو ملاكم محترف وبيسافر حول دول العالم عشان يشارك في بطولات ملاكمة الروبوتات، ولكنه بيتعرض في أحداث الفيلم لخسارة ورا التانية. وفي يوم من الأيام بيصحى تشارلي من النوم وكان نايم في الشاحنة بتاعته اللي كانت مليانة أزاز كحول فاضية، وتليفونه بيرن وكان بيكلم واحد بيقول له فين ال30,000 دولار اللي عليك. وتشارلي بيتلخبط في اسم الراجل اللي بيكلمه، وهنا الراجل بيفهم إنه مش بس الوحيد اللي ليه فلوس عند تشارلي، عشان كده تشارلي بيتلكك إن عنده مشكلة في الشبكة وبيقفل المكالمة معاه. بعدها بيجي شوية بنات صغيرين وبيطلبوا من تشارلي إنه يوريهم الروبوت أمبوش الملاكم، وبتحاول واحدة من البنات إنها تاخد صورة للروبوت، وتشارلي بيطلب منها تديه 5 دولار عشان تصوره، وبترد عليه وتقوله ده خردة وما يستاهلش 5 دولار عشان صورة. وبعدها بيقابل صاحبه اللي اسمه ريكي وهو مدير المكان اللي هم فيه ده، وبنعرف إنه وعد تشارلي إنه يديه 3000 دولار لو الروبوت بتاعه شارك في معركة ضد واحد من التيران. بس الاتفاق كان إن وزن الثور ما يقلش عن 800 رطل، وده معناه إن وزن الثور هيكون ضعف وزن الروبوت. وبيراهن ريكي ب20,000 دولار إنه هيفوز بالمباراة. تشارلي بيوافق وبيراهن ريكي ب20,000 دولار إنه هيفوز المباراة. ريكي بيوافق لكنه بيحذر تشارلي إنه لازم يدفع الرهان مش يهرب زي كل مرة. بتبدأ المباراة. كان تشارلي بيفرج كل الناس على أمبوش، وفي البداية كانت كل حاجة زي الفل، وكان الروبوت قادر إنه يراوغ الثور، ولكن تشارلي كان مركز مع الجمهور ومركزش على الروبوت. وساعتها الثور بيستغل اللحظة وبيهجم على الروبوت من ظهره وبيخبطه في رجله وبيقع الروبوت على الأرض. وبيطلب تشارلي من ريكي إنه يوقف المباراة، لكن ريكي كان مبسوط إنه بيهزم صاحبه، وفي النهاية بيتحول الروبوت لخردة فعلا، والأطفال بياخدوا قطع الروبوت ده كهدية تذكارية. كان تشارلي مش معاه فلوس يدفع الرهان، عشان كده كان بيحاول يمشي من غير ما ريكي يشوفه، وكان في 2 رجالة ماشيين وراه وفاكر إنهم هيطلبوا منه الفلوس، ولكنهم كانوا جايين يقولوا ليه خبر وحش، وهي إن مراته السابقة ماتت. وهنا بيعرف إن ابنه ماكس اللي عنده 11 سنة بقى يتيم ولوحده، وتشارلي ما كانش همه مصير ابنه بعد اللي حصل، وبيروح المحكمة عشان يوقع على تنازل عن حضانة الطفل. وكان في قرايب أغنياء من عائلة مراته اللي ماتوا عايزين يتبنوا الطفل، عشان كده تشارلي بيوافق مقابل 100,000 دولار، وبيتفقوا إنه ياخد وديعة ب50,000 دولار الأول، بس الأول هياخد ابنه معاه في الصيف عشان يقوي علاقته معاه شوية. ولما بياخد الفلوس بيروح يشتري روبوت جديد اسمه نويزي بوي من السوق السوداء، وهو واحد من أقوى الروبوتات اللي بيقدر يتحكم فيهم بالصوت. وبيرجع بالروبوت على الجيم بتاعه، وبنشوف هناك واحدة اسمها بيلي وهي بنت مدربه المتوفي، ولما بتشوفه اشترى روبوت جديد بتزعق له انه المفروض كان يسدد الديون اللي عليه، وكان بيحاول ياكل عقلها بكلمتين لكنها شايفة انه غلط ولازم يسدد اللي عليه. وبيقابل قرايب ابنه وبيسلموا ماكس، وكان ماكس متضايق من والده، مش عشان والده باعه، لا عشان والده ما نصصش معاه في الفلوس. ايه الاطفال دي؟ والده قال له انا جبت بالفلوس كلها الروبوت، ولو مش عاجبك شوف لك مكان تاني. بس ماكس بيسكت وبيرضى، وبعدها بيروح يشوف الروبوت الكبير ده، وتشارلي بيخرج الروبوت اللي لابس دراع ساموراي من الصندوق، وكان كله منبهر بيه. وساعتها كان تشارلي كان عايز يجرب الأوامر بالصوت، وطلب من الروبوت كذا حركة ينفذها، بس الروبوت مش بينفذ أي حركة، وبيحس ساعتها إنه اتنصب عليه، وبيلوم بيلي إنها ما اتأكدتش إن الروبوت سليم وشغال. وبنكتشف إن ماكس أكتر ذكاء من الاتنين دول، لأنه ساعتها بيقول الأوامر باللغة اليابانية لأن دي هي لغة الروبوت، وساعتها الروبوت بينفذ كل المطلوب منه. وهنا بتعرف بيلي إن الصوت محتاج يتظبط في الإعدادات، وبعد ما بيتدرب بيه شوية بياخده في الشاحنة وبيقرر يروح بيه على أقرب منافسة متاحة. وماكس بياخد مفاتيح العربية من والده وبيطلب منه يروح معاه وإلا مش هيديه المفاتيح. بيضطر تشارلي إنه يوافق وبياخد ابنه معاه، وبيروحوا مكان المسابقة وهناك بيكون فيه روبوتات كتير. وكان تشارلي واثق المرة دي إنه هيكسب، عشان كده طلب من منظم المسابقة اللي اسمه فين إنه يدخل الروبوت بتاع تشارلي في المسابقة الأساسية. بس ماكس بيقول له بلاش يا بابا المسابقة الأساسية، وخلينا نجرب الروبوت الأول في مباراة سهلة عشان إحنا لسه مش عارفين قدرات الروبوت ده لحد فين. بس طبعا والده مش بيوافق وبيصمم على اللي في دماغه، وبيخلي الروبوت بتاعه يصارع أقوى روبوت هنا اللي اسمه ميداس. وفي أول المباراة كان نويزي بوي بيضرب الخصم ضربات قوية، وكان كل المشاهدين منبهرين. وكان ساعتها تشارلي شايف إنه هيقدر يكسب فلوس كتير المرة دي، ولكن بعدها الروبوت الخصم بيقدر يسيطر على المباراة، وكان تشارلي بيحاول إنه يسيطر على الروبوت بتاعه، لكن خصمه عرف قدرات نويزي بوي وساعتها بيديله ضربة يطير فيها دماغه. وبعد الهزيمة الساحقة دي مش بيتبقى إلا جهاز التحكم في الصوت بس هو اللي سليم، وابنه بيكلم والده بطريقة وحشة وبيقول له انت السبب في الخسارة عشان ما استنيتش تعرف قدرات الروبوت اللي معاك.
بس تشارلي بيزعق لابنه وبيقول له انا مش عايز كلام كتير لأحسن اخليك تبات في الشارع. وفي طريقهم بيقفوا في مكان للخردة عشان يحاولوا يلاقوا اجزاء للروبوت بدل اللي اتدمرت دي. ولما كانوا هناك تشارلي كان عمال يحكي لابنه ازاي الروبوتات خدت مكان البشر في حلبة الملاكمة، وعشان الدنيا كانت بتمطر بيتزحلق ماكس من على المنحدر وبيمسك في دراع حاجة بالصدفة على آخر لحظة، وبيتحرك والده بيلحق ابنه قبل ما يقع. وساعتها ابنه بيقوم من حضن والده وبيحاول يشوف ايه اللي مسك فيه ده. بيلاقي جسم غريب لروبوت مدفون في الأرض، وبيطلب الواد من والده انه ياخد الحاجة اللي لقوها دي، لكن والده بيرفض وبيقول له يلا نروح. وبيرجع ابنه بالروبوت بنفسه لحد البيت، وبعدها لما بيوصل بتندهش بيلي من اللي حصل لنويزي بوي، وبعد كده بتقول له بطل بقى تجري ورا احلامك دي اللي هتخليك تضيع كل حاجه عندك في حياتك. وبيطلب منها لاخر مره انها توافق تساعده وتبص على الروبوت اللي ابنه جابه، وبتقول لهم ده نموذج قديم للروبوتات وهو مش مصمم للمصارعه، وبتقول لهم انه مش هيقدر يهجم على اي روبوت بس بيقدر يتحمل ضربات كتير. وبعدها بتشغل الروبوت وبتقول لهم ان عنده ميزه الظل، والميزه دي هي اللي بتخليه يقدر يقلد حركات البشر. ماكس بينظف الروبوت من التراب اللي عليه، وبعدين بيكتشف ان اسمه ادم، وبيقترح ماكس انهم يجربوا الروبوت ده وممكن يكون وسيله ليهم يجيبوا منها فلوس. وبالليل لما كانوا كلهم نايمين بيروح ماكس للجيم وبيشغل ادم وبيخرجوا في جوله مع بعض، والواد بيبدا يتعلم ازاي هو ممكن يتحكم في الروبوت. والصبح كان ماكس بيتكلم مع بيلي وبيسالها شويه عن والده، بتقول له ان والده كان ملاكم محترف وما كانش يعرف معنى الاستسلام حتى قدام الخصوم القويه، وبسبب الروبوتات اللي بقت في حلبة الملاكمه ما بقاش فيه فرصه قدام والدك ولا اي حد تاني، وما قدرش والدك يحقق حلمه في انه يكون بطل عالمي. بعدها بيقطع موت تشارلي وبيقول انه هيسافر مع ابنه لاتلانتا عشان يشوف حد يشتري منه روبوت، وهناك بيطلب تشارلي من ابنه يستناه هنا لحد ما يدخل جوه ويلاقي فين. وهناك الواد بيشوف تاك ماشيتو وبنعرف ان ده صاحب الروبوت زوس وهو اقوى روبوت في العالم. وساعتها الصحافه بيعملوا معاه تقارير وبيقول لهم ان الروبوت ده عنده قدره انه يدمر اي روبوت تاني. وتشارلي بيطلب من فين يسلفه فلوس، وكان عشمان فيه يوافق بحكم انهم اصحاب من زمان، ولكن فين بيرفض انه يساعده. وكان تشارلي متعصب قوي وعشان كده طلب من فين انه يخلي ابنه ماكس يشارك بالروبوت بتاعه في المصارعه، وساعتها ابنه ممكن يخسر الماتش ويقدر تشارلي انه يتخلى عنه ويرتاح. وتاني يوم الصبح بيصحى تشارلي على صوت ابنه اللي كان بيدرب الروبوت، وبيلاقي الروبوت عمال ينفذ الأوامر بميزة الظل. وساعتها كان مندهش من ابنه وإصراره، وهنا عرف الميزة دي ابنه اكتسبها منين. قصده انه اكتسبها منه لأنه تشارلي شخص عنيد أصلا. وبعدها بيتحركوا على مكان المسابقة، وماكس بيعمل صفقة مع القائد، وهي انه لو روبوت آدم قاوم لجولة واحدة الواد هياخد $1000، والقائد قال له بس لو خسرت أنا هاخده منك. وبيبدأ الماتش وماكس بيتحكم في آدم، وكان آدم مش بيهاجم خالص بل بالعكس كان عمال يدافع عن نفسه بس، وكان عمال بيراوغ كل ضربات الخصم. وساعتها تشارلي بيساعد ابنه انه يراوغ الخصم صح، ولكن الخصم ضرب آدم في دماغه وده بيسبب له انه بيقع على الأرض. وكان فاضل 30 ثانية والجولة تخلص ولازم الروبوت آدم يقوم من على الأرض. وساعتها ماكس بيزعق في الروبوت وقال له قوم من على الأرض، والغريب ان الروبوت بيسمع كلامه. وهنا بيقدر ماكس انه يكسب $1000، والقائد ما كانش عاجبه اللي بيحصل وقال له انا هضاعف لك المبلغ لو قدر الروبوت بتاعك يستحمل جولة كمان. وهنا كان تشارلي بيطلب من ابنه انه ما يخاطرش، ولكن ماكس بيوافق وبيقدر آدم انه يسدد ضربة قوية يبوظ بيها نظام الروبوت الخصم، وبيقدر ماكس في النهاية انه يفوز. وكان كل اللي حواليه عمالين يحيوه. وفي اليوم اللي بعده بيفضل الواد يعلم الروبوت حاجات كتير وجديدة، ولما ماكس بيزهق من التدريب بيقرر انه يرقص مع الروبوت، وكان الروبوت قادر يقلد حركاته بكل سهولة. وبعدها بيروح ماكس لوالده وبيقول له انه ثبت جهاز تحكم الصوت في آدم، وبكده هم مش هيحتاجوا لوحة تحكم يتحكموا بيها فيه. وبيطلب من والده انه يعلم آدم الملاكمة وده من خلال ميزة الظل، بس والده بيستهزأ بيه وبيقول له ابقى خلي آدم يرقص حلو على الحلبة. ماكس بيقول له انا هخليه يرقص على الحلبة فعلا بس بشرط واحد، هو انك تعلمه الملاكمة. ومن هنا اتفقوا هما الاتنين، وكان كل يوم تشارلي بيعلم الروبوت فنون الملاكمة، وكان آدم بيبدأ كل الماتشات وهو بيرقص قدام المشاهدين، وكان آدم عمال بيكسب ماتش ورا التاني، وعلاقة تشارلي بابنه عمالة تبقى أقوى يوم عن يوم. وبعد ما بيقدروا انهم يكسبوا فلوس اكتر من الماتشات بيبعت تشارلي جزء من المال لبيلي عشان تسد من الفلوس اللي عليه. وكمان بدأت الناس تحب الروبوت الراقص حتى انهم كانوا بيتكلموا عنه في الاخبار. وبسبب الشهرة الكبيرة دي ماكس وتشارلي بيتم دعوتهم لحضور دوري ابطال الملاكمين الروبوت. ولما كان ماكس عمال بيجهز الروبوت بتاعه والده كان عمال يقول له ان اهم حاجة هي انك تسيب كل مشاعرك وهمومك بره الحلبة. وبعد كده بيدخل المدير للورشة بتاعتهم وبيطلب منهم يقابلوا واحدة اسمها فارا ليمكوفا، وهي صاحبة الروبوت زوس الأساسية.
وبتطلب منهم تشتري ادم مقابل 200,000 دولار عشان يكون زميل لزوس في التدريب، وبتقول لهم ان العرض ده ساري لحد الجوله الاولى مع الروبوت توين سيتيز. وبالرغم من ان تشارلي بيوافق الا ان ابنه بيرفض وبيخرج من الاوضه. بيخرج تشارلي ورا ابنه وبيحاول يقنعه بالعرض، لكن ابنه بيقول له حاول انك تفكر يا بابا، ليه هي عايزه تشتريه مقابل السعر ده؟ ماكس بيقول لوالده انا متاكد ان ادم ده مميز وفريد من نوعه وانه لا يمكن يفرط في صاحبه. وبيجي وقت المصارعه وبيدخل روبوت توين سيتيز اللي كان عنده راسين، وبعدين بيدخل ماكس بالروبوت بتاعه وكان عمال بيرقص رقصته الشهيره بيه. وفي اول المباراه كان الخصم بيضرب ادم بلا رحمه وكان بيمنعه انه يحاول يرد الضربات اللي بيضربها له. وهنا اكتشف تشارلي نقطه ضعف الخصم، وهي ان دراعه بيتشنج قبل كل ضربه، ولكن ادم كان عمال يتضرب كتير من الخصم. وبعدها بيقدر ادم يسيطر على المباراه بانه يضرب دراع الخصم كذا مره، وده بيخليه ضعيف، وبعدين بيسدد ضربه في دماغه يوقعه بيها على الارض. وساعتها كل الجمهور بيهيص ومن ضمنهم بيلي. وساعتها ماكس خد المايك من الحكم وبيعلن انه بيتحدى الروبوت زوس، وهو ده الروبوت بتاع فارا ليمكوفا. وبعد الماتش بياخدوا هما الاتنين الجايزه وبيروحوا على شاحنه، وبعدها بيقابلهم ريكي وكان معاه بلطجيه وبيطلب منهم يرجعوا الفلوس، وبيضربوا تشارلي وبياخدوا منه الفلوس. وعشان تشارلي كان خايف على ابنه بيقرر انه يرجعه لقرايبه اللي هيربوه. وكانت الدموع ماليه عين ماكس، وكان ماكس بيتوسل والده انه يفضل معاه، لكن والده ما كانش عايز يخاطر بحياه ابنه تاني، وبيضطر ماكس انه يمشي ويسيب والده، وبيرفض والده انه ياخد باقي نص المبلغ المتفق عليه. وبعدها بيتكلم تشارلي مع ابنه وبيقول له يلا لم حاجتك وامشي، بس ابنه بيقول له انت المفروض تحارب الكل عشاني مش تتخلى عني. وطول الطريق كان تشارلي عمال يفتكر الوقت اللي قضاه مع ابنه، وبيرجع البيت وبينام جنب بيلي اللي بتتبسط بده قوي، وبتتكلم بيلي معاه وبتقول له ما ينفعش تتخلى عن ابنك، واظن من الواضح ان علاقتكم بقت احسن من الاول ولسه المهله المحدده ما خلصتش وبايديكم تصلحوا اخطاء الماضي. بيوافق تشارلي على كلامها وبيروح لابنه وبيعتذر له مش عشان سابه طول السنين دي، لا ده بيعتذر عشان ما حاربش من اجل ابنه، وبيقول له اديني الفرصه دي وانا هحارب عشانك باقي العمر. وبيشوف ماكس ادم ووالده بيقول له زوس قبل التحدي، وساعتها بيعلنوا في المسابقه ان تاك ماشيتو المسؤول عن تدريب زوس شايف ان التنافس مع روبوت من طراز قديم امر مهين. وبالرغم من كده الا ان فريق زوس كان خايف من الماتش وشايف ان ده كابوس في حياتهم. وبيوصل تشارلي وماكس ومعاهم الروبوت للمسابقه، وبنشوف فين كان بيتراهن مع الناس ان الروبوت الخردة هيخسر ومش هيقدر يكمل لاخر اول جوله. وبعدها بيجي ريكي وبيراهنوا بمبلغ 100,000 دولار ان الروبوت الخردة مش هيستحمل الجوله الاولى وهيخسر، وبيقول له لو انا كلامي مش صح وخسرت الرهان انت هتاخد مني نص مليون دولار. ولما جه وقت الماتش الكل كان عمال بيحيي زوس اللي نط وسحب الحلبه وسط هتاف من الجماهير، اما ادم كان متواضع لحد ما الماتش بدا. زوس بيقدر انه يوقع ادم من اول ضربه، وكله كان متاكد ان الماتش هيخلص بسرعه، وكان بيحاول ادم انه يقوم لكن زوس لحقه وضربه من تاني ضربات كتير وقويه. وبعد تالت مره يقع فيها ادم بيقوم ادم وبيوقفه زوس في الركن وهتك يا ضرب. واخيرا تشارلي عرف يسيطر على الروبوت وبيقف على رجله وبيضرب زوس، وهنا الكل كان مصدوم. وبيقدر ادم انه يسيطر على المباراه وبيفضل يضرب في زوس كتير، وبالرغم من قوه الخصم الا ان ادم بيقدر يستحمل اول جوله. وكان بيحاول ريك انه يهرب من المبنى لكن فين بيلاقيه وبياخد منه فلوسه، والماتش بيستمر وبيقدر ادم بكل روح الابطال انه يستحمل تاني وتالت جوله. وفي الجوله الرابعه كان زوس بيستخدم كل قوته عشان يخلص على ادم وبيضربه ضربه قويه بتدمر وحده التحكم بالصوت. وبالرغم من كده الا ان ادم استحمل لحد اخر جوله، وهنا كانوا حاسين بخيبه امل. وساعتها ماكس بيطلب من والده انه يتحكم في ادم من خلال ميزه الظل، والواد بيقول لوالده انه خد باله ان ليمكوفا وماشيتو كانوا متوترين وكانوا خايفين من قدرات الروبوت المخفيه. وبعدين بيوافق تشارلي على اللي ابنه عايزه. تشارلي وهو المدرب بتاع ادم كان عمال يقول لادم كلام حماسي قبل اخر جوله بالرغم من ان الروبوت لا فاهمه ولا سمعه. بتبدا اخر جوله في الماتش وكان زوس مسيطر على الخصم ونازل ضرب فيه، وكان ماكس قلقان من زوس انه يدمر الروبوت بتاعه وبيطلب من والده انه يصارعه، لكن والده بيقوله لسه الوقت ما جاش. لما زوس فضى طاقته بالكامل بدا تشارلي يضرب في زوس ضربات كتير وقويه، وهنا كان تاك ماشيتو هو اللي بدا يتحكم في زوس، وبيقدر تشارلي انه يضرب زوس ضربه توقعه على الارض وبيقوم زوس من تاني، لكن تشارلي مش بيسمع عليه وكان بيمارس كل هواياته وقدراته في الملاكمه من خلال الروبوت، وكان على وشك انه يخلص على زوس بالكامل لولا ان جرس انتهاء الجوله ضرب، وكله كان عمال يحيي ادم وكله بيهتف باسمه. وبيلي بتطلع على الحلبه وبتحيي تشارلي، وبسبب عدد النقط بيكسب زوس وبيفضل البطل العالمي. ولكن بالرغم من انها انتهت بمكسب ليمكوفا الا ان المكسب كان بطعم الخساره بالنسبه ليها، وماكس كان الناس عماله تحتفل بيه انه البطل، ودي حاجه كانت مفرحه ماكس قوي. وهنا بيترمي ماكس في حضن والده، وكان باين على والده انه فخور بابنه قوي. وبينتهي الفيلم بانهم كانوا في منتصف الحلبه وهم بيحتفلوا مع ادم،